يقول وضعوا النار أضرموها على دار فاطمة. يقول لما قضي أمر الزهراء هم أمير المؤمنين عليه السلام بتغسيلها، وإذا بزينب تنادي تقول أبويا والماي بهداي عليها من تصب الماي بهداي، ويا يعور عيني الماي حافظ لوعها يعور عيني الماي، ويا الجذع بعد هالدار ضرقات الجذع، ويا الخليفين خذ نعش الزكية وللدفن راح على وزينب ورا عجت بالصيام، ويا خذ نعش الزكية وللدفن راح علي وزينب ورا عجت بالصيام، ويا صياح ما ظل واحد بالعريش ما ناح المصيبة فاطمة ومحسنها من طار. لكن يجي أمير المؤمنين يلقى زينب قاعدة بباب الدار، يقول أبويا زينب ادخل الدار، يقول أبويا برايق الأحباب ما متعود على برايق ويا وبرايق الأحباب وبرايق الأحباب ما متعود على برايق الأحباب، يوم العصر بالباب لا يقعد ويا العصر بالباب تقول يا عيال بعد للدار ما طبيت واقعد واستجن بيها يا شل بالدار ذا بالدار ما عيون راعي، ويا راعي يا يمه. لكن زينب تذكر امها بالليل، لان ما كانت تفارقها وشايف البنيه شلون حنونه عند امها. معلمه وما نام وحدي يمر الليل وعنيد على خدي يما خدي يما تبدي وتفيض عيوني بالدمعة وتبدي انا بالراحة امي يما خلافي
عطشان يمنى أصد يسرى ولو بعصي يمنى أرى الدنيا سجن عقوش علي الله عليك وانا ويا فاطمة أرى الدنيا سجن عقوش إلا بذكر الحسين ما غابت فاطمة عن الحسين إلى أين تصل الزهرة تقول بس حسين ما حد غسل وشال 3 أيام صاير للغطر ما له يما بس حسين ما حد غسل وشاله 3 أيام صاير للغطر ماله يا حسين يا اليوم اقبل منه يوم شاعون ما تنفع الونه كل ساعة الشيب يربع عيون اشوف النيل يما لازم منحرق بيها ويعجلها جينا ننشد كربلاء مضيعينها فيها زينب قالوا ميسرينها جينا ننشد كربلاء مضيعينها بيها زينب قالوا ميسرينها يسروها ولالها واحد في شال حاد ضعونها بساعة